نرحب بكم مشاهدينا ومشاهداتنا في هذا العدد من برنامج مخترعون، واللي راح يجيكم هذه الخطرة من الغرب الجزائري، وبالضبط رانا في الميناء الجوي لمدينة سيدي بلعباس. حلقة اليوم من البرنامج مشاهدينا الكرام راح تكون خاصة بالطيران الجوي. رانا هنا باش نحضروا تحضيرات البطولة الوطنية للرياضات الجوية، وكاين مخترعين اللي صنعوا الطائرات تاعهم بنفسهم وجاو يديروا بها الاستعراض. إذا تابعونا وتابعوا هذا الاستعراض. إنها 7 صباحا، جميع الطيارين سيلتقون في هذا المكان قادمين من عدة ولايات. البعض هنا والبعض الآخر سيلتحق بالفريق. الجميع مشغولون بتركيب طائراتهم وتفقدها قبل إطلاقها في الهواء. إنهم يعشقونها كثيرا ويحملونها في سياراتهم أينما حلوا. يجب معاينة الطائرات جيدا والتأكد من سلامة المحركات حتى لا تتعرض لأعطاب مفاجئة. من هذه المنصة الجوية ستقلع الطائرات وتهبط دون الحاجة إلى موافقة أمنية أو رقابة، ولا يتم رؤيتها حتى على شاشات الرادار. طائرات هليكوبتر وأخرى نفاثة لا يتجاوز طول الواحدة منها 1.5 متر. تبدو هذه الطائرة جاهزة للإطلاق. إنه يتجه بها نحو المنصة. لابد أيضا من التأكد من فعالية جهاز التحكم. والآن الانطلاق. إنها تطير وتتقلب في الهواء باتجاهات مختلفة. لحسن الحظ الرياح ليست قوية هنا بقدر ما كانت أمس، مما يساعد الطائرات على التحليق بشكل جيد. صمم عبد الهادي طائرته بنفسه وبإمكانياته الخاصة ومنحها الشكل الذي ترونه. الطائرة جميلة ويبدو أن محركها سليم. السلام عليكم. نقدم لكم نفسي عبد الهادي نشود، نسكن في الجزائر العاصمة، عضو في نادي الطيران الغواط. هذه الايروموديليزم او الطيران اللاسلكي للنماذج المصغره، قبل ما يكون هو كهوايه عندي وبمثابه موهبه من الصغر. يعني من الصغر نصنع نماذج صغيره بصح ما تطيرش، لاخاطش ما كنتش نتحصل على الامكانيات واللي موالهم عندي لهنايا، مثل جهاز التحكم والمحرك وكذا. مع مرور الوقت تعرفت على اصحابي، وربي يخليهم اصحابي عاونوني باشياء كثيره، وبديت نصنع هذه النماذج بدايه 2011. يعني بعد ما تحصلت على الامكانيات اللي ما كنتش متحصل عليها، اللي ما كانتش متوفره في القديم، يعني كي توفرت لي الامكانيات هذه وما بديت نصنع هذو الطائرات النماذج اللي كنت تشوفوا فيهم. والهوايه تمثل اني كي نجي للميدان مع الاصدقاء تاعي ونجربوها في الميدان.
جبت بعض الافكار باش نصنع الطائره هذه. يعني انا تحصلت على جهاز تحكم، عندي محرك، الماده باش نصنع الطائره ما كاش. واش درت؟ جبت هذه الماده هذه اللي هي كوروبلاست او اللي بلاك تاع بلاستيك او بالدرجه تاعنا كرتون بلاستيك. يعني صنعت الطائره هذه بامكانيات بسيطه، يعني زدت اللمسه تاعي زدتها فيها. تشبه هذه الطائرة إلى حد ما الطائرة الحربية. إنها مبهرة فعلاً. احنا اولا درنا دو زاكس دو ترافاي. اولا نعلموا الاولاد الصغار لي جون لا فورماسيون، عطينا قيمه كبيره عندنا احنا، لان الناس اللي راهم يعلموا في الولاد راهم تعلموا قبلهم، عندهم 20 ولا 30 سنه اللي تعلموا، دونك راح نزيدوا نبلغوا الرساله اللي الاجيال الجايه. وثانيا راح نعطوا اولويه للا كونستركسيون دي موديل شي نو. عندنا ان اتولي دادولت كي اون دو ليكسبيريونس، وراهم يصنعوا اي موديل يصنعوه، سواء من التصميم العادي اللي موجود او من تصميم خاص باعضاء النادي. ليس الطيران اللاسلكي مجرد لعبة تطير ويحركها أحد الأشخاص بجهاز تحكم عن بعد كما يعتقد البعض، بل هي رياضة تعتمد على التركيز الذهني والدقة والقدرة على خلق التناسق بين أوامر العقل وحركة اليد. اليوم هذا الملتقى الهدف منه هو السماح يعني مختلف الطيارين تاع النوادي المختلفة في الجزائر باش يتلاقاو ويتبادلوا الخبرات ويتدربوا على منافسات ولا يحضروا المنافسات تاع البطولة الجزائرية. الولايات اللي حاضرة اليوم معنا ولايات مختلفة، عندنا من ولاية الغواط، ولاية بسكرة، عندنا تلمسة، سيدي بالعباس، مختلف الولايات. عندما تشاهدون طائرة الهليكوبتر تبدو صغيرة للغاية، لكنها أنيقة وراقية. انظروا، تبدو في السماء كالهليكوبتر الحقيقية وهي تحلق في أماكن مختلفة. إنه أحد الطيارين المهووسين بمثل هذه التجمعات. جاء ليشارك رفاقه بكل حزم وتحدي في التحضير للبطولة. طاهري بهاء الدين، 24 سنة، من ولاية وهران. رانا اليوم هنا في نادي طيران بالعباس باش نحضروا للبطولة الوطنية للرياضات الجوية. رانا هنا من 7 صباحا إلى غاية 5 مساء باش نبريباريو للبطولة المحلية والبطولة الوطنية. هذا هو الجهاز الذي يتم من خلاله التحكم في الطائرات وتوجيهها أفقيا وعموديا وعلى نواح مختلفة. تحتوي أداة التحكم على مميزات تجعلها كوسيلة اتصال مباشرة مع الطائرة، إذ تتصل بها عبر موجات الراديو، وتدعم عدة قنوات للتحكم وشاشة عرض ديجيتال. بعض اللاعبين يصنعونها بأنفسهم، والبعض الآخر يقوم باقتنائها. اللعب ممتع جدا، ولكن ماذا عن الإخفاق؟ هل سبق وشاهدتم طائرة تتحطم في السماء؟ لقد تحطمت وتطايرت أشلاؤها في الهواء. هذه مركبة أخرى كان نزولها صعب، ولحسن الحظ أنها مقاومة للصدمات. هذه أول طيارة من العنصر النسوي في الجزائر. جاءت لتشارك في هذه التحضيرات ممثلة لولاية تلمسان. السلام عليكم، مرحبا بكم شروق تي في عندنا في بالعباس. Je me présente, je suis
Bouchiche Sti, je suis pilote ULM, paramoteur, et pilote aussi aéromodélisme et pilote PPL. Bon, اليوم جيت نبارتيسيبي في هذه التظاهرة في أبو العباس pour représenter l'aéromodélisme. Bon, احنا عندنا في l'aéro club عندنا trois sections. L'aéromodélisme, le PPL et le paramoteur parapente, tout ce qui est sport aérien. Donc, cette l'activité تاع l'aéromodélisme رحنا بديناها صافي 5 ans اللي بديناها عندنا في l'aéro club. وماذا بينا نديفلوبيو هاد لاكتيفيتي سورتو مع لي جون اي لي بتي زونفون في توت لالجيري ان شاء الله. سي اون باسيون اللي ما راش معروفه في الجزائر، مي ماذا بينا افيك تو لي زايرو كلوب اون فا لا ديفلوبي ان شاء الله. الأطفال سعيدون للغاية، يبدو أن الطائرات أبهرتهم وهي تحلق فوقهم. وصلنا إذن لنهاية الحلقة، وكما شفتوا كان هذا مجرد استعراض ممتع للطيران الرياضي اللي نظمته الاتحادية الوطنية للطيران الرياضي. أنا نقول لكم نلقاكم الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة ومخترع جديد، والسلام عليكم.